السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة من قناة كود بالعقل. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الميثودز اللي بنستخدمها على السترينج وازاي بنتعامل معاهم بشكل بسيط. في الحلقة دي هنتكلم على نوع جديد ومهم جدا من أنواع الداتا تايب اللي اتكلمنا عنه قبل كده، والحقيقة لازم تفهمه كويس لأن في كل برنامج بنتعامل مع مجموعة من القيم أو مجموعة من البيانات اللي بنستخدمها، زي مثلا درجات الطلاب أو أسماء مستخدمين وغيره من الأمثلة. كل ده بنخزنه غالبا فيما يسمى بحاجة اسمها ليست. الليست دي مش مجرد تجميع القيم وخلاص، لكن بتسمح لك انك تخزن فيها وترتب وتعدل على البيانات اللي موجودة جواها، وده كله بيحصل بسهولة ومرونة جدا. في الحلقة دي هنفهم كل ده مع بعض ان شاء الله. زي ما اتفقنا مع بعض ان الليست بيخزن اكتر من قيمة في متغير واحد، وده بيخلينا نشوف مميزات في الليست انها بتكون قابلة للتعديل، وبيخلينا نضيف انواع مختلفة من الداتا تايب. يعني على سبيل المثال، مثلا اول مثال عندي نمبر بيساوي، انا دلوقتي حابب اعرف المتغير ده كليست، فببدأ بان انا احط القوسين المربعين دول، وده اللي بيميز الليست. اول ما اشوف القوسين المربعين دول اعرف ان انا بتعامل مع ليست. بضيف فيها مثلا، بحط الارقام وبينهم كوما، رقم كوما والرقم، وهكذا. يعني عاوز اضيف 5 ارقام، 6 ارقام، 7 ارقام، الارقام اللي انا عاوز اضيفها بحطها جوه الليست بالشكل ده. طيب انا عاوز اضيف فيها مثلا اسامي، كلام، اي حاجه، يعني string، بعمل التالي نيم مثلا، هضيف فيها اسماء القوسين بتوعي، واتفقنا ان اي نص او اي string بنحطه دبل كوتيشن، احمد مثلا، علي دبل كوتيشن، علي دبل كوتيشن، محمد. كده دلوقتي انا ضفت في ليست ارقام وضفت في ليست نصوص او string. طيب هل ينفع ان انا انوع في الداتا تايب بتاع الليست؟ طبعا ينفع. زي مثلا ان انا هكتب كذا داتا تايب في ليست واحد. عندي هكتب رقم وبعده هكتب سترينج، عادي عادي جدا ان انا اكتب سترينج. ممكن اكتب بوليان، ممكن اكتب فلوت، اي رقم عايز احطه او اي داتا تايب عايز احطها بتنفع استخدمها في ليست واحد. طيب انا عاوز اوصل للعناصر اللي في الليست دي، عاوز اوصل مثلا ان انا اطبع ال 30 دي لوحدها، او اطبع احمد لوحده، او اطبع ال 90 دي لوحدها. هنا هيبدا يظهر عندي حاجه اسمها الاندكس. طيب انت هتيجي تسالني تقول لي ايه الاندكس ده؟ هقول لك ان كل عنصر في الليست بيكون له اندكس. دلوقتي ال 30 دي لها اندكس، وعلي دي له اندكس. كل عنصر في الليست بيكون ليه اند. يعني بنبدا في ترقيم في الاندكس من رقم زيرو. ال 30 دي بنديها زيرو، واللي بعدها واحد، اتنين، تلاتة، وهكذا لحد الآخر. أحمد ده بياخد إندكس زيرو، وعلي إندكس واحد، ومحمد إندكس اتنين، وهكذا. وده ممكن يخليك تتلخبط في إن أنت تبدأ العد من واحد، ده هيأثر عليك جدا في العد. خلينا نشوف مثال عملي. مثلا نستخدم الليست الأولى. عاوز أوصل مثلا للرقم 60 ده، هعمل إيه؟ اتفقنا إن أول عنصر في الليست بياخد إندكس زيرو، وبنبدأ نضيف واحد وهكذا لحد آخر عنصر. طيب أنا دلوقتي عاوز أوصل لرقم 60. 60 ده هيبقى عندي إندكس رقم كام؟ ال20 زيرو، وال60 اندكس واحد. يعني انا لو حبيت دلوقتي اعمل برنت، هكتب اسم الليست عندي، اسم الليست اللي هي نمبر، وعشان اوصل للاندكس بعمل القوسين المربعين بتوعي واحط جواهم رقم الاندكس بتاعي اللي هو واحد، وده رقم الاندكس بتاع ال60 اللي انا عايز اوصل لها. لو جيت عملت رن للبرنامج دلوقتي هيطبع لي 60. طيب انا عاوز اوصل للرقم 90، 20 و60 و90. عندي 3 ارقام. هشوف ال 90 دي رقمها كام في الليست؟ واحد، اتنين، تلاتة. رقمها تلاتة في الليست، يبقى الاندكس بتاعها كام؟ تلاتة ناقص واحد هيديني اندكس اتنين. الاندكس غير رقمها في الليست. ما تخليش الحتة دي تلخبطك، عشان دي هتفرق جدا معاك. يعني دلوقتي الاندكس بتاع 90 ده رقم اتنين، لو جيت كتبت اتنين هنا هيطبع لي رقم 90. ناخد مثال تاني في ليست تانية عشان يوضح لنا الدنيا. دلوقتي انا عاوز اوصل للاسم اللي هو علي في الليست اللي اسمها نيم. هاجي اقول له اعمل لي برنت، واعمل القوسين بتوعي اللي انا بحط فيهم رقم الاند. دلوقتي انا عاوز اوصل لعلي. علي ده رقمه كام في الليست؟ رقمه 2، يبقى الاندكس بتاعه كام؟ 2 ناقص واحد هيديني واحد، يبقى الاندكس بتاعه رقم واحد. كده لو جيت عملت رن هيطلع لي علي. هو الاندكس انا ممكن اتعامل معاه بالارقام اللي هي الصحيحه الموجبه بس، لا انا ممكن اتعامل معاه بالارقام السالبه بس. بدل ما بيعد من قدام بنعد من ورا. تالي مثلا انا دلوقتي عندي في الليست دي وانا عاوز استخدم في الليست الاندكس بس نتعامل معاه بالسالب. هاجي عند
هاجي هنا واكتب -1 وهنا، وعلي هكتب -2 واحمد وهكتب -3. كده عندي لو حطيت هنا في البرنت نيم القوسين بتوعي مربعين وحطيت مثلا وليكن -3، وده هيفرق معانا جدا في الشغل قدام، هنفهمه بعدين. حبيت اطبع اخر عنصر هيطلع لي محمد. يعني انا دلوقتي برنت -1 تساوي برنت النيم لما استخدم الاندكس رقم 2. ايوه، لان انا لو جيت عديت من قدام هيديني 0 1 2، ولو عديت من ورا هيديني -1 -2 -3. عندي الاثنين دول الاندكس دول الاثنين نفس القيمه، هيدوني نفس القيمه. طيب انا دلوقتي حبيت مثلا اعدل على عنصر في الليست، عاوز اغير عنصر ابدله بعنصر تاني، هل هينفع تعمل ده في الليست؟ ايوه، لان احنا اتفقنا ان احنا ممكن نعدل عليها، انها بتكون قابله للتعديل ومرنه، يعني انها ميوتابل. فانا لو حبيت اعدل عليها مثلا نستخدم الليست الاولى والليست الثانيه، حابب ابدل ليست نمبر، انا اللي هو هختار الليست اللي انا عايز اغيره، وليكن ان انا عاوز اغير ال 60 دي اخليها 30، فانا هحط الاندكس بتاعي اللي انا عايز اغيره. ال 60 دي الاندكس بتاعها كام؟ 0 1، يبقى الاندكس بتاع ال 60 دي 1. اقول له هنا النمبر الاندكس اللي بيساوي 1 خليهولي بدل ما هو 60 وخليه بيساوي 30. كده انا لو جيت عملت برنت للنمبر هيطلع لي كام؟ يطلع لي 20 و30 اللي هي مكان ال 60، 20 و30 اللي هي مكان ال 60 وال90 بتوعي. طيب انا عايز استعمل مثلا، عايز اغير في الليست اللي اسمها نيم دي، اجي هقول له النيم، احط القوسين بتوعي واختار الاندكس اللي انا عايز اغيره. عاوز اغير مثلا احسن، بدل ما نستخدم الارقام الموجبه في ايجاد الاندكس هنستخدم الارقام السالبه. انا اكتب له هنا -3 بيساوي وليكن نادر مثلا، وقلت له اعمل لي برنت للليست اللي اسمها نيم، طلع لي عندي بدل احمد نادر وعلي ومحمد. وهكذا في العناصر الباقيه، سواء حبيت استخدم طريقه العد بالارقام السالبه او بالارقام الموجبه. احنا عرفنا الفكره ان انا في الارقام السالبه بعد من الاخر، وفي الارقام الموجبه بعد من الاول وببدا من الزيرو. طب انا دلوقتي حابب استخدم ميثود واحده بس بحيث ان احنا نختم بيها الحلقه ونكمل بقيه الميثودز في الحلقات الجايه. عايز استخدم ميثود الابند. دلوقتي انا لو عايز اضيف عنصر مثلا في الليست اللي اسمها نمبر، عايز اضيف رقم، دلوقتي نمسح دول كده عشان ما نتلخبطش، عاوز اضيف مثلا 100 مثلا، هاجي اقول له الليست، اكتب رقم الليست نمبرز دوت ابند، وابند يعني بتضيف. هنشوف دلوقتي ايه اللي هيحصل معانا، والقوسين بتوع الميثود اللي اتفقنا عليهم، واكتب 100 اللي انا عايز اضيفه، واجي دلوقتي اعمل برنت واشوف هيطلع لي ايه. لو عملنا رن البرنامج هلاحظ ان هو ضاف لي ال 100 هنا، بس ضافها لي في الاندكس الاخير، ضافها لي بحيث انها تكون اخر عنصر. وهنا نلاقي ان الابند بتضيف في الليست بتاعتي بس بتضيف في الاخر. وبكده نكون وصلنا لاخر حلقتنا النهارده. اتمنى يكون كلامي مبسط، والحلقه الجايه ان شاء الله هنتعامل مع الليست والميثودز بتاعتها بشكل كبير ومبسط. اشوفكم في الحلقه الجايه على خير، وسلام عليكم.